السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. غادي نبدا الفيديو بالصلاه على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم لي كيش اللي هاد الوصفه محضره من رمضان، ولكن عاد كتاب انني نشاركها معكم. فبالنسبه للمقادير استعملت هنا زلافه ديال الدقيقه ولا 200 غرام ولا 250 ما عبرش. عندي بيضه وعندي معلقه صغيره الملحه والزبده. الزبده نقدر نقول لكم 100 غرام حيت ما عبرتهاش، يعني دائما الزبده في ليكيش في العجينه مكسره كتكون الزبده نصف الكميه ديال الدقيق. 200 غرام ديال الدقيق كديروا معها 100 غرام د الزبده، 250 كديروا معها 125 وهكا. هنا درت واحد الثلث ديال الكاس ديال الزيت، وكذلك كيس ديال خميره الحلويات، والماء غير شويه، ما نستعملش فيه بزاف، ونكهتها براس معلقه ديال البزار. كتجي صراحه واحد العجينه اللي ناجحه 100%، وكتجي هشيشه ومذاق ديالها زوين بزاف. فكنضيف الزبده، وكنضيف الزبده من الاحسن تكون بحراره المطبخ باش تسهل علينا نخدموها مع الدقيق. هنا درت غير راس معلقه اولا معلقه صغيره ديال خميره الحلويات. فهنا غادي نخدم الزبده مع الدقيق حتى غادي نبسبس داك الدقيق، كندخل فيه ديك الزبده كامله وغادي نكمل معكم. من بعد ما كيولي الخليط على هذا الشكل، الزبده دخلتها كامله في داك الدقيق، كنضيف بيضه كامله هي باش كنجمع العجينه. واللي اللي غيخصها باش تجمع كنضيفو ماء بارد من الروبيني عادي، يعني غادي نجمع بالبيضه، وغادي نضيف غير شويه ديال الماء. غتشوفوا معايا القياس، العجينه ما كتدلكش، غير نجمعوها صافي، لانني خدمتها بالزبده مزيان. وهاد الطريقه صراحه كتعطيك واحد الهشاشه، كيجيو دوك ليكيش هشاش وطيبين، ناجحين 100%. يعني غير غادي نجمع العجينه ديالي وغادي نغلفها بالسلوفان وغادي ندخلها للثلاجه باش ما ارتاحت مزيان، غير كنجمع فيها ما كندلكهاش وصافي. غنخليها في الثلاجه كيف قلت لكم. عاد غادي نبدا نخدم بها. شفتوا القياس ديال الماء؟ من بعد ما ارتاحت في الثلاجه غادي نخدمها، وغنرش شويه ديال الدقيق على سطح العمل، غنسرحها مزيان تكون رقيقه. وناخذ هاد الليمول ديال ليكيش اللي معروفين، دهنتهم شويه الزبده، رشيت عليهم دقيق احتياطيا. وهاد الطريقه كتكون صراحه عمليه جدا. تنحط عليهم ديك العجينه اللي سرحت، وغندوز الدلاك من فوقهم. كنقاد بعدا العجينه هو الاول في ليمول باش نعرف القياس اللي غيكفي، عاد نقطع. كتعمرو بزاف وكندوز عليها الدلاك هكا كيقطع ليا العجينه، وكنولي نخدم كل قالب بوحدو. كنقاد الجوانب وكنطلعهم شويه باش ما ينزلوش، وحتى لا نزلوا ما كينزلوش بزاف لانهم طالعين. كنتقبهم بالفرشيطه باش العجينه ما كتنفخش. من الجوانب ومن يعني كنتقب الكيش كامل اولا القالب ديال الكيش كامل.
وغادي ندير فيه، غنعمرهم بالحمص. انا كان عندي غير المجمد، ما كانش عندي داك الحمص اللي ما يعني اليابس، عندي مجمد. فغادي ندير ليه واحد الورق ديال الطبخ، عاد غادي ندير عليه هاد الحمص. هكا يخلي الكيش انه ما كيديفورماش، ما كيتنفخوش، وكيبقاو محافظين على ديك الفورمه ديالهم اولا الشكل ديالهم. وغادي ندخلهم للثلاجه. في هذا الاثناء من بعد ما كنخليهم في الثلاجه غادي نوجد الحشوه اللي غادي نعمرهم بها. حشوه لذيذه سهله وسريعه. غادي ندير بصله مشلضه، غنضيف عليها الكفته كميه. انا هنا هاد الحشوه خرجت لي، اولا ديك لاباط اللي درت خرجت لي 10 ديال قوالب الكيش، وهما اللي خرجت لي هاد الكميه اللي درت. كنضيف ليها التوابل، درت قزبر يابس، ودرت كمون، درت البزار، درت التحميره، درت خرقوم بلدي اولا الكركم، والملح. ودوما التوابل اللي درت. خلط يعني الحشوه حتى كتنسجم مع التوابل، وغنحيدها دغيا سريع دغيا كتوجد. هذه هي لاباغاي اللي غنعمر بها، اللي غنضيفها. درت ياغورت طبيعي، فرماج محكوك، بيضه، ودرت نشا الكميه تشوفوا معايا، والخميره ديال الحلويات. ناخذ واحد الاناء، غادي ندير ياغورت مسوس. هاد لاباغاي كاش زوينه ناجحه كذلك، وكفاتني 10 ديال لي كيش، يعني اللي داير كميه اكثر يذوب المقادير. ضفت راس معلقه ديال خميره الحلويات باش كتنفخ ديك لاباغاي. درت كذلك معلقه صغيره ديال النشا، وغادي نخلط هاد المكونات. غنضيف الفرماج احمر غير شويه، غنخلطو مع لاباغاي، وراس معلقه البزار، راس معلقه ديال الملح، والبقيه ديال الفرماج غنضيفها في الاخير في ليكيش. الحشوه ها هي واجده، ضفت لها معدنوس في الاخير حتى الاخر، ماشي في المقله. اللي كيش ديريها هما خليتهم صراحه تحمروا ليا شي شويه، ولكن ما تحرقوش، واخا هكاك جاو طايبين. غادي نعمرهم دابا بالحشوه. كاين اللي كيخلط الحشوه مع لاباغاي قبل ما يضيفهم في القوالب، ولكن انا لا، غادي ندير الحشوه هي الاولى. عاد دابا غادي نضيف ديك لاباغاي كاش اللي درت. صراحه كيجيو لذاذ بزاف، رائعين وناجحين، ولاباط ديالهم هشيشه ومقرمشه، صراحه زوينه. كتجيب الزبده، استعملت زبده حيوانيه ما قلتش لكم في الاول، يعني نوع جيد، نوع ممتاز، عطات واحد اللذه للكيش رائعه، زعما رائعه بزاف. واحد البنه فيهم ما شاء الله. غادي ندخلهم الفران. كيف شفتوا ديك لاباغي كتنفخ، وهكا خرجوا. ضفت لهم يعني خليتهم حتى تحمروا وشدوا اللون، وغادي نديرهم دابا في الطباصل ديال التقديم. كنتمنى انهم يكونوا عجبوكم، وانكم تكونوا بقيتوا معايا حتى لهنا. كنشكركم بزاف،
كنشكر كاع الناس اللي كيدخلوا عندي القناه كيشاهدوا، واخا غبت عليكم. وكذلك كنتاسف للناس اللي ما كنزورهمش في القنوات ديالهم لظروف خاصه هي اللي خلاتني نغيب هاد المده، اللي هي وفاه والد الزوج ديالي رحمه الله عليه. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا ربي، هو وجميع أموات المسلمين. ان شاء الله عاودة ميمونة ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا لي كيش كيف كيجيو روعة روعة، وغنقطع معكم هذا باش تشوفوا كي كيجي، يعني العجينة ما معجناش. ومع السلامة مع فيديو اخر ان شاء الله.